ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، تكونوا بصحة وسلامة، اللهم امين. جمعة مباركة ان شاء الله. النهاردة بصور لكم يوم الجمعة. اول لما صحيت عملت ايه؟ قبل الظهر يعني انا كنت نايمة يوم الخميس بدري عشان كنت تعبانة وكده، فنمت بدري وانا مش متعودة اصلا ان انا بنام بدري، ده انا بنام الصبح يعني. في اليوم دوت انا نمت بدري عشان كنت تعبانه، اللي هو يوم الخميس. فصحيت يوم الجمعه بدري. اول حاجه عملتها قبل الصلاه شغلت البخور ودخلت بقى اجيب الترنج الجديد لانس عشان مستني يوم الجمعه دوت عشان يلبسه. ولو اني بس اهم حاجه كان مبسوط، عمال يحرب على الترنج ان يلبسه، وانا كنت جايبه له اصلا ترنجين. ترنج لبسه قبل كده وكنت مصوره بردك فيديو كده وهو بيلبسه، والترنج التاني بردك ده جديد. فقلت بقى اما اطلع كده الحته بتاعت صفصف يكون لون الترنج بتاع انس، يبقوا مطقمين وهوب. كنا بنلعب بقى اللعبه، بدربها يا جماعه، انا بدرب البت عشان خاطر تبقى تلعب معانا اللعبه اللي احنا بنلعبها انا وانس لما بيجي يلبس، فتبقى متدربه. فعماله اقول لها بيتي عسل يا عكروته، لسه بقى هتتسرح وكده وهتتظبط وبس. كانت مبسوطه بقى، وانا كمان لبست وخلصت وكنت سرحتهم وظبطتهم. بس الجو مش قادره اقول لكم، يعني نار 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 يا حبيبي، نار. مش قادره اقول ولا اوصف ان الحر اللي عندي بصراحه يعني. بس كل اللي بيجي عندي يعني بيجري من هو قدام الشقه كده، بياخد بعضه ويجري. احسن حاجه محدش يجيلي يا جماعه. ما حدش يجيلي، الجو حر عندي، ما حدش يجي. طبعا انا بهزر، عادي بهزر معاكم يا ولادي. اللي عايز يجي على دماغي من فوق بس يجي بأدب واحترامه، يجي بأدب واحترامه، عشان ده بيت محترم، البيت ده طاهر. يانا. ويكملوا بقى انتوا الاغنيه، انا مش هكملها. اللي هيجي كده يفرفشني وينعنشني كده وتبقى قعدته حلوة كده على قلبي، على عيني وعلى راسي. اما بقى اللي هيشيلني الهم فوق همي، والله انا ما ناقصة، ده انا مش ناقصة والله. ده انا بصوا الهم اللي عندي متلتل متلتل، يعني انا مش ناقصة هم فوق همي. فكل واحد يعني ايه يخليه في همه ويقعد في همه وما يخرجش برا همه. انتوا فاهمين حاجة؟ كويس انكم مش فاهمين، ما علينا. المهم بقى خلاص خلصنا ونازلين. طبعا انا اللي بصور لكم بالكاميرا الاماميه فالسلم معكوس، انتوا فاهمين؟ اللي يشوفني يقول ان انا ببص في بير السلم، بس انا مش ببص في بير السلم، انا كنت بجيب الكاوتشات، فالكاميرا الاماميه بتبقى معكوسه. دي بصور بالكاميرا الاماميه عشان الكاميرا الخلفيه بايظه، عامه هي بايظه بس لسه اصلحها يعني. انا دلوقتي بصور لكم بالكاميرا اللي هي الخلفيه. شايفين منغمشه سنه ازاي؟ منغمشه، هي بتصور وكل حاجه بس بتبقى منغمشه، فعشان كده بصور بالكاميرا الاماميه بتبقى واضحه شويه. بصور بدي شويه وبدي شويه، حاجه بتشيل حاجه، انتوا فاهمين؟ عشان طبعا انا في الشارع مش هينفع اصور بالاماميه، فبصور بالخلفيه زي ما انتم شايفين دلوقتي. انا بصور بالخلفيه فمنغمشه شويه، الاماميه بقى بتبقى واضحه شويه. بردك دوت كنت بصور بالكاميرا الخلفيه. المهم ما علينا، ان انا رحت عندنا خلاص ووصلنا. احنا هنقعد نقضي الفيديو كله كلام عن الكاميرا. وصلت عند ماما وكده، وبعد ما طلعت قالت لي انزلي سيبي العيال وانزلي هاتي فطار. فقلت لها حاضر، قلت لها حاضر والله، ما قلتش اي حاجه، ما قلتش اي حاجه. خدي فلوس هاتي فطار. رحت عند احلى واجدع مطعم، يا لهوي بحب الفطار بتاعهم موت. انا ما بفطرش عندنا في البيت خالص، عندي في شقتي انا ما بفطرش لما بروح عند ماما، عشان الفطار بتاع الراجل ده صح الصح ومية مية وبيعجبني قوي. فكده طلعت وجبت الفطار كمان في ايديا وبصور لكم بيه بقى، بقول لكم بصوا فطار، بصوا قعدت اكل فيه اكل يا لهوي، ما كنتش قادره اخد نفسي من كتر الاكل. بحب الفطار ده قوي، فول والطعميه بيبقوا حلوين قوي. وبعد كده بعد ما فطرت بقى صدقوا نسيت اصور لكم القهوه، انا شربت قهوه
اختي عملت لي كوبايه قهوه بس نسيت اصورها، ينفع؟ يلا بس معنينا هبقى اعوضها لكم في فيديو تاني. فالمهم طبعا بعد ما فطرت وظبطت دخلت انا عملت الاكله دي بقى انا اللي بعملها. انا ما بعملش اصلا الاكل عند امي خالص، يعني انا مش متعوده انا بعمل اكل عند امي. انا ممكن اغسل لها حبه طبقين كوبايتين مكان ما احنا بنفطر، مكان ان احنا بنشرب حاجه او حاجه، بس هي بتبقى عامله لنا الاكل. بس الاكله دي يا ولاد انا اللي بعملها، انا متخصصه الممبار والفشه. فهم بصراحة بيحبوا الأكلة دي من ايديا، يعني أنا بعملها بصراحة 100 وصح الصح. ولو ان الأساس واللي معلماني ماما، يعني اللي معلماني ان انا اعمل ممبار طبعا واحنا صغيرين كانت ماما هي اللي بتعملنا الممبار. فلما كبرت وكده وعملت انا لوحدي وسابتني ان انا اعمله لوحدي واجربه لوحدي لقيته حلو. فامي بقى ايه استحلتها بصراحة، قالت خلاص بقى هي بقى تعمل الممبار، وهي متخصصة الممبار والفشة. وكنا عاملين كرشة بس بصراحة نسيت اشوحها، يعني سويتها بس نسيت اشوحها مع الفشة وكده، فهتتاكل يعني. فطبعا بقى الممبار اتسلق، حطيته يتسلق واتسلق خلاص. وبصراحة يعني انا بسجل الفيديو دلوقتي ونفسي اخد صباع ممبراية متحمر كده واكله. ياه. جبت صينية وحطيت فيها حبة زيت، والزيت ده انا ما بستخدمه ايه في حاجتين، في تحمير الممبار، يعني احمر فيه الممبار، وبعد كده اشوح فيه الفشة زي ما انتم شايفين كده. يعني الزيت اللي انا حمرت فيه الممبار بشوح فيه الفشة في نفس الصينية، في هذا الصينية ما بغيرهاش. بس سيبوكم من ده كله يا ولاد، بيني وبينكم كده كنت حاسه ان ماما مبسوطه قوي ان انا ما خلصتلهاش ازازه الزيت. يعني كانت لسه فاتحه ازازه الزيت، كنت حاسه كده انها مبسوطه ان انا ما خلصتلهاش ازازه الزيت، خدت منها حبه صغيرين كده. هي ما قالتليش بس انا كنت حاسه. بصي يا جماعه والله انا يا ماما هقولك على حاجه، متقلقيش عليا يا ماما، انا موفره وانت عارفه حاجه زي كده. فبصي سيبيلي اي حاجه كده وانت مطمنه. زي ما بيقولوا كده الواحده الشاطره تعمل من الفسيخ شربات، وانا الحمد لله بصوا مفيش حاجه الحمد لله بتقف تحت ايديا، وكل حاجه يعني ببركه ربنا بتسهل كده تحت ايديا، وربنا مسهله. كفايه بس يا ماما ان انا طالعه من تحت ايدك، كفايه بس كده، كفايه ان انتي بس كده مطلعه بنات احسن بنات واشطر بنات. هما طبعا البنات كلها شاطرين يا جماعه، بس لازم ان احنا نفخم في نفسنا، كل واحد يفخم في نفسه. هو انا افخم في نفسي وفي غيري؟ فكل واحد يفخم في نفسه يا جماعه. بس الاهم من ده كله ان عجبهم الاكل جدا وقالوا تسلم ايدك بجد، وده اهم حاجه عندي يكون الاكل عجبهم بس كده. والاكل بتاعنا يا جماعه والشكل ومنظره بس لا، ده طعم وريحه وبصوا مش قادره اقول لكم. وبس كده الفيديو بتاع النهارده يكون خلص، واستنوني في فيديو جديد.